هو كذلك إن شاء الله تعالى. لكن قبل ذلك هناك نموذج في الشعر ومكانته عند الموريتانيين، والذي أوضحه الشاعر العملاق الشيخ سيدي عبد الله الأحمد دامو الحسني رحمه الله في قوله: ما سفه الحلم واستصبى أخا كبر كالكاعب الرؤد لم تعد 12 كأنها فنن طوع الرياح فما تنفك مسفرة طورا ومختمرة عجل القيام ضحوك عن مؤشرة تسي ملاحتها ذا لؤلؤ درره وفي القيام وفي كل الذي نطق طيش ترد به الأكباد منفطرة يخال ذو الجهل أن الخود ليس لها لب ويعجبه من ذاك ما اختبره. لما دخل عليه من الحرج ما دخل عليه بسبب هذه الأبيات وخرج أهل البيت ووقع ما وقع، كان اعتذاره لأهل البيت اعتذارا لا يتضمن التخلي عن الشعر. من يهجر الشعر جرى عادل زجره أم من يطيق صدود الحب إن هجره. أضحت صفية عن لقياك معرضة والشعر يعرض عن مكنونه درره. لم أدري أيهما أدهى مفارقة كل يحن فؤادي دائما أثره. طاشت عن القلب رميات الحسان سوى سهميك قد قرعا أعشاره العشرة فما عليك إذا لو رحت عالمة أن القريض جنل للفكر لن يذره. أم خلتني مثل أقوام عهدتهم طوع الحلائل لا يعصون أمر مره كلا لعمر بنات الفكر نمقها حران ذاد بها من همه شرره. بل ليت يوما فتاة الحي إذ أمرت أن أبتني من قريضي واسع الحجرة تدري حقيقته علم اليقين لكي ترى البيوت سواه غير معتبرة. قداسة الشعر عند الموريتانيين.